فبعد ذلك راح تظهر على الزوج عدة علامات تجعلك تتأكد بأن الزوج قريب من التزاوج وقريب من وضع البيض. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. شروط نجاح تزاوج وإنتاج طيور البادجي بكل سهولة وبأعداد كثيرة. فإن طبقت هذه الشروط التي سأذكرها لك في هذا الفيديو ستنجح في تزاوج وإنتاج طيور البادجي بكل سهولة، سواء كنت مبتدئ أو كنت تربي الطيور من قبل. يجب التأكد واختيار الذكر والأنثى، ويجب التأكد بأنهما يكونان جاهزين للتزاوج، يعني أن يكون الذكر بالغ والأنثى بالغة حتى ينجح التزاوج بطبيعة الحال. فيجب أن تفرق بين الذكر والأنثى. فالذكر البالغ يكون لون الكير عنده إما أزرق داكن أو وردي داكن أو بنفسجي داكن عند بعض الطفرات، ولكن أغلب طيور أو ذكور البادجي يكون لون الكير عندها أزرق داكن عندما تكون جاهزة للتزاوج. أما بالنسبة عند الأنثى البالغة يكون لون الكير عندها عند معظم طفرات البادجي بني بجميع درجاته، ولكن يوجد بعض الطفرات فيكون لون الكير عند الأنثى البالغة أزرق ممزوج بالأبيض أو يكون أبيض بالكامل. وطيور البادجي تجهز للتزاوج في سن 6 أو 7 أشهر، ولكن يفضل تزويج الطيور حتى تبلغ سن 10 أشهر ليكون عندك تزاوج سهل وتكون الطيور بالغة جيدا ولا تحدث عندك أي مشاكل عند مرحلة التزاوج. فالسن المثالي لتزاوج البادجي هو 10 أشهر. وألوان الكير التي ذكرتها لك تجعلك تتأكد بأن الذكر جاهز للتزاوج وأن الأنثى جاهزة للتزاوج. فبعد اختيارك للذكر الذي يناسب الأنثى يجب عليك أن تترك الذكر يتآلف مع الأنثى جيدا قبل إطلاقهم مع بعض وقبل بداية التزاوج. فيجب أن ترى بعض العلامات مثل تأكيل الذكر للأنثى وحك ريش الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر. يعني هذه العلامات تجعلك تتأكد بأن الزوج تآلف، وتآلف الزوج علامة أو شيء أساسي لنجاح التزاوج حتى لا يكون هناك أي شجار ويكون تلقيح الذكر للأنثى بشكل صحيح. في مرحلة تآلف الذكر مع الأنثى يجب تقديم البرنامج الغذائي المتوازن الذي سيجهز الذكر والأنثى للتزاوج ويكون عندك بيض ملقح. وأيضا تقدم المحفزات مثل المحفزات الطبيعية التي ذكرتها لك في القناة، يوجد الكثير منها مثل الزنجبيل أو الخروب أو البروكلي. يعني يوجد عدة محفزات تقدمها تساعد الذكر والأنثى في الجهوزية التامة للتزاوج. بالنسبة للبرنامج الغذائي يكون متكون طبعا من الحبوب الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك الفيتامينات والبروتينات التي تتكون من خضر وفواكه مرتين في الأسبوع مع التنويع، بيض المسلوق به بالقشرة مرتين في الأسبوع، عظم الحبار أو عظم السيبيا يعلق في القفص على مدار السنة وهو مصدر أساسي للكالسيوم الذي تحتاجه الأنثى لتكوين عنقود البيض ولا يكون عندها أي مشاكل في مرحلة وضع البيض. بعد ذلك وجب اختيار القفص والعش المناسب لتزاوج طيور البادجي. بالنسبة للقفص يجب أن يكون قفص التزاوج مناسب، لا يكون دائري، ومن الأفضل يكون بهذه القياسات: العرض من 60 إلى 90 سنتيم، الطول من 40 إلى 60 سنتيم، الارتفاع من 50 إلى 60 سنتيم. أيضا يجب اختيار المجاتم حسب حجم القفص، يعني لا تكتر من وضع المجاتم، وأيضا تكون خشبية
مستديرة، يفضل أن تكون خشبية ومستديرة. بالنسبة للعش، الطول 25 سنتيم، العرض 15 سنتيم، الارتفاع 18 سنتيم، طول المجتم للدخول إلى العش 7 سنتيم، وقطر فتحة الدخول إلى العش 5 سنتيم. والعش طبعا يكون خشبي من الأفضل، العش الخشبي أفضل من العش البلاستيكي، لأن العش البلاستيكي يكون صغير الحجم وراح يتسبب في موت الفراخ. من الأفضل يكون عش بهذه القياسات التي أعطيتكم إياها. أيضا من بين الشروط الأساسية اختيار المكان المناسب لتزاوج طيور البهجي من الأول. قبل وضع الطيور في القفص يجب أن تختار المكان المناسب، فيعتبر المكان من أحد الشروط الأساسية لنجاح التزاوج. يجب أن يكون المكان هادئ مستقر، تضع الطيور عاليا، يعني المكان يكون ليس به أي ضجيج أو حيوانات أو ما شابه، لأن الطيور إذ لم تحس بالأمان فلن تتزاوج. فالأمان والهدوء يعتبر شرط أساسي ليبدأ الزوج في تجهيز نفسه للتزاوج والإنتاج. فيجب أن تضع الزوج في غرفة تكون هادئة وليس بها أي ضجيج وأي مارة، ولا تضع الطيور في المطبخ، ولا تضع الطيور في الرواق أو مكان يكون فيه ضجيج أو مارة، لأنهم لن يتزاوجوا. فبعد ذلك راح تظهر على الزوج عدة علامات تجعلك تتأكد بأن الزوج قريب من التزاوج وقريب من وضع البيض. ترى بأن الذكر يطعم الأنثى عدة مرات في اليوم. دخول الأنثى للعش وتجدها في أول مرة لا تبقى كثيرا في العش لتطمئن وتستكشف العش، بعد ذلك ستبقى لعدة دقائق في العش وهو فارغ. نقر الأنثى لخشب العش وتجميع الريش فيه، يتحول لون كير الأنثى إلى اللون الغامق كما ذكرنا في بداية الفيديو، فيصبح في معظم الحالات بني غامق، ولكن يوجد بعض الطفرات كما ذكرنا يبقى أزرق ممزوج باللون الأبيض أو أبيض وتبيض عادي. تلاحظ بأن الأنثى تأكل كثيرا عدم الحبار أو قشور البيض، وذلك لاحتياجها للكالسيوم لتكوين عنقود البيض. تلاحظ زيادة حجم فضلات الأنثى خاصة عندما تكون في العش وتخرج، فتضع فضلات كبيرة على العادة، وذلك لبقائها في العش لعدة دقائق في اليوم. ولكن عليك بتوفير الهدوء كما ذكرت لكم، وعدم تغيير مكان القفص، وعدم مراقبة الزوج والعش كثيرا. كل هذه الأسباب تؤدي إلى عدم إحساس الزوج بالأمان، وبذلك لن يتزاوج عندك.